تشابي ألونسو المدرب العبقري الذي يعشقه الصغير قبل الكبير. يقولون عنه أنه سيكون خليفة لكارلو أنشيلوتي في مدريد، وجماهير ليفربول تتمنى رؤيته هناك في ملعب أنفيلد. مدرب بدأ مسيرته في صمت، يتنبأ له بمستقبل واعد في عالم الساحرة المستديرة. قال عنه بعض الأساطير: I think Xavi has conditions to be a very good coach. شهادات كبيرة في حق تشابي ألونسو. أصبح حديث الصحف العالمية، وممكن عما قريب سنشاهده وهو يقارع كبار المدربين في أوروبا، كيف لا وهو تتلمذ على يد عباقرة في ميدان التدريب. في سوسيداد على يد خافير كليمنتي، في ليفربول على يد رافائيل بينيتيس، في مدريد على يد جوزيه مورينيو، ثم من بعده المستر كارلو أنشيلوتي، وفي ألمانيا تتلمذ على يد بيب غوارديولا. كل هذه المدارس التدريبية جعلت منه مرشحا بقوة لمقارعة الكبار. فاز على البايرن بثلاثية ليبتعد في صدارة الترتيب الألماني، وقد يكون سببا في إقالة توخيل، وقد يتسبب في كسر قلب هاري كين الفتى الإنجليزي الذي قدم إلى ألمانيا بحثا عن الألقاب، فوجد مدربا هناك اسمه ألونسو، ومنافسا يدعى باير ليفركوزن يبحث عن باكورة ألقابه في الدوري الألماني. قد يسقط ألونسو يقينا، قد يتعادل، لكن صعب أن يفرط في الدوري الألماني لهذا العام. قد يكون العام الأخير له هناك، عروض قوية على الطاولة. قد يبقى في ألمانيا، وقد يغادر إلى إسبانيا، وهناك احتمال أن تجدونه في إنجلترا العام القادم. أراكم في فيديو قادم بإذن الله. الله المعين.